السلام عليكم الإخوة الأخوات، تحياتي لكم جميعا. احنا المغاربة عارفين بأنه الشعب المغربي راه مضرور من الأسعار في جميع المناطق المغربية. نعم، ولكن الخوت راه خصكم تعرفوا بأن الأسعار راه يعني البنك الدولي اللي هو اللي كيزيد في الاسعار، لانه البنك الدولي في العالم باسره في اي شركه الحليب ولا السكر ولا كذا عنده واحد 7% ولا 8% ديالو، فهمتي؟ واش فهمتي؟ شاري هو شاري يعني كيفاش كنقولوا شاري يعني الاسهم، شاري الاسهم اصاحبي. يعني ما يمكنش دابا شكون اللي كيزيد؟ البنك الدولي هو اللي كيزيد الزيادات في جميع الدول العالميه، لانه هو اللي كيزيد في الاسعار. لان الا هضرنا على البنك الدولي راه شاري الاسهم ديالو في جميع الشركات. اي شركه كبيره وعندها حموله كيشري فيها الاسهم، وهو اللي كيقرر واش نزيدوا ولا نقصوا، فهمتوني؟ واش نزيدوا البنك الدولي هو اللي كيزيد، كيقول واش نزيدوا ولا نقصوا ديما، فهمتيني ولا؟ اذا تحياتي لكم جميعا. المشكل ماشي في الاسعار، بالنسبه للمغرب المشكل ماشي في الاسعار واخا يزيدوا فيهم ما كاين مشكل. تفاهمنا الاخوان؟ المشكل فين هو؟ المشكل وهو الصالير ديال الشعب المغربي، خصو يتحسن، لان الصالير ضعيف بزاف في المغرب بالنسبه للشعب. خلينا بالنسبه للسلطات والموظفين الصالير ديالهم مضخم، ما خصهمش يهضروا كاع. شتي الموظف كما كان النوع ديالو ما خصوش يهضر، والله العظيم. الموظف في المغرب ما خصوش يهضر، ما خصوش يتكلم. الشعب هو اللي خصو الصالير ديالو يتحسن، لان صالير ضعيف مسكين، الله يحسن العوان. اما الصالير ديال الموظف راه يعني واحد الشيء بخير، صالير مضخم اصاحبي صراحه. وتحياتي لكم جميعا، كنتمنى تعملوا كومونتيرات الشباب المغربي، وإلا غلطت في شي حاجه حاولوا تبينوا لي باش انا كنقرا معاكم. انا ديما والله العظيم الكومونتيرات ديالكم ملي كتعملوهم سواء المغاربه ولا جزائريين، راه كاع الكومونتير ديالكم كنقراهم وكنرد عليهم بديك الشيء اللي انا يعني ماشي عارفه، ديك الشيء اللي انا كنبغي نرد به. تحياتي لكم جميعا.